السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتي رنة وخلخال. النهاردة فيديو جديد، يا رب يعجبكم إن شاء الله. هوريكم يوم البازار اللي أنا نزلت فيه، وبوريكم منتجاتي، وهقول لكم إزاي تحضري للبازار قبل ما تنزلي. وهل التجربة دي شيقة ولا ممكن ما كررهاش تاني؟ كل ده هقوله لكم في الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت بازار، ودوت البازار دوت وسيلة من وسائل التسويق. لان احنا عارفين ان التسويق يا اما اونلاين يا اما تشتركي في معارض وبازارات، ومن خلال العلاقات والمقربين ليكي. انا نزلت بازار، وطبعا عايزه اقول لكم اني بعد ما بتحجزي للبازار اهم حاجه تكون المسؤوله عن تنظيم البازارات تكون محل ثقه، عشان تعرف توظف التيبل بتاعك في المكان المناسب وتعلن عنك بالطريقه المناسبه اللي تقدري تحققي بيها ان شاء الله الربح اللي انت عايزاه. عايزه اقولك ان انت بتحضري بعد ما بتشتركي خلاص في البازار وبتتاكدي المكان اللي انت رايحاه، فانت بالطريقه دي حددتي نوع العميل بتاعك. بعد ما حددتي نوع العميل بتاعك بالتالي بتنزلي تجيبي الخامات بتاعتك، وتبتدي بمجرد ما تشتركي في البازار تبتدي تجيبي الخامات. واوريدي اكيد عندك منتجات قبل كده هوت بتضيفيها، وبتنوعي بقى، عايزه اكسسوارز، عايزه تعملي شنط مع الاكسسوارز، حزامه، عايزه تجيبي اكسسوارز جاهز مع الاكسسوارز الهاند ميد اللي انت جايباه. وده لازم تعملي كده. وزي ما انتوا شايفين التيبل بتاعي انا منوعه ما بين اكسسوارز، بس دوت الغالبيه العظمى اللي انا عاملاه، وفي اكسسوارز جاهز انا جايباه لاختلاف الاذواق للكلاين اللي بيتعاملوا معاكي. طبعا بتجيب الخامات بتاعتك، ولازم تكون خامات على اعلى مستوى بحيث ان انتي تكسبي العميل بتاعك، ما ياخدش منك المنتج ويوم ولا اتنين تلاقيه لونه غير، فبالتالي انت بتخسريه. لان عميل البازار ممكن يستمر معاكي على طول، وممكن عن طريقه يجيلك زباين كتير جدا. تاني حاجة لازم يكون فينش شغلك برضو متقن، وزي ما بيقولوا كده نظيف. يعني ايه نظيف؟ يعني مفهوش اي ديفوهات تخلي العميل يقل من المنتج بتاعك. ولازم تكوني متنوعة في الديزاينات، لان ذوق انت نازله البازار فما فيش عميل طالب ديزاين معين، فبالتالي انت بتعملي بذوقك وبالشيء اللي بيطرح في السوق وبالاذواق المختلفه، فلازم تكوني متنوعه. هنا انا كنت على التيبل في السواري، في الكاجوال، في اللولي، في الكريستال، في انسيالات متنوعة، في الذهب الصيني. كنت جايبة حاجات كتير قوي. اما بقى من حيث التجربة بصراحة ممتازة جدا، وعن طريقها بتقدري تكسبي عملاء كتير، وبطريقة شغلك وإتقانك بيفضلوا زباينك وبيكونوا سبب في جذب عملاء تاني. ولكن انا بالنسبه لي التجربه كانت شاقه جدا، لان زي ما قلت لك بمجرد ما بتنزلي البازار بتكوني شغاله 24 ساعه عشان تخلصي الكم اللي انت عايزاه. زي ما انتوا شايفين كده التيبل، واعتقد ان التيبل بتاعي برضو ما كانش مليان قوي مقارنه باي يوم تاني او اي مره تانية. وطبعا بتفضلي سهرانة لغاية يوم البازار، وسواء البازار يوم ولا اتنين بتفضلي قائمة 24 ساعة أو 48 ساعة علشان تحققي وتشوفي نتيجة تعبك. ف هي التجربة مش وحشة، ولكن لازم يكون لها تفرغ.